الكورة لعب وفن وهندسة، الجملة دي لايقة على البنوتة اللي معداش سنها ال10 سنين، ومفيش مباراة بتشارك فيها إلا لما تجيب جون وتكسب فريقها، وما عندهاش مستحيل وبتلعب بكل الإمكانيات المتاحة حتى لو ما كانتش لابسة كوتشي. حكاية فيديو ملك لاعبة الشرقية الموهوبة حافية القدمين، إزاي اتشهرت وإزاي كباتن النوادي الشعبية مضوها عقود واللي لقبوها بحافية القدمين، ومفاجأة غيرت حياتها. كل ده وأكتر هنعرفه في الفيديو ده. شكلها زي الملايكة ومش معاها تمن كوتشي براند تلعب بيه، وفي لعبها ما تعرفش غير المكسب وبس، وعندها موهبة مش موجودة عند رجالة بشنبات، وأول ما الكورة تيجي عند رجليها ما تعرفش تلحقها من سرعتها. كلامنا هنا عن ملك مصطفى، صاحبة فيديو لاعبة الشرقية حافية القدمين، واللي أبهرت الكل برشاقتها ومهارتها في اللعب وكأنها طيارة بتطير. ملك بنوتة صغيرة في أولى إعدادي، انتشر ليها فيديو قلب السوشيال ميديا وهي بتلعب في الشارع بمحافظة الشرقية ومع فريقين كلهم ولاد، وهي اللي كل مرة تجيب الجون. اول ما بتيجي الكوره عند رجليها بتجري بيها زي مشاهير الكوره المحترفين بتوع بره. ولما سالوا باباها عن موهبه بنته خلال تصريحات صحفيه لموقع القاهره 24 رد وقال لهم بالنص: ملك بنتي في اولى اعدادي وبتلعب كره القدم من وهي صغيره جدا، وعندها المهاره دي بالفطره، وقدرت تلفت الانتباه لموهبتها اللي بيتمناها اي حد. وقال كمان انه مهتمش بمهارتها في كره القدم علشان عنده مسؤوليات كتير، لانه عنده 5 اولاد وبنت غير ملك، وبيشتغل اكتر من 12 ساعه في اليوم، فما كانش مركز معاها وهو شغال تاجر فاكهه. ملك بيطلبوها بالاسم في منطقتها، وكل لما بيبقى فيه دوره رمضانيه او دوره شعبيه في البلد بيندهوا عليها علشان تشارك معاهم وتكسبهم، وبتكون هي البنت الوحيده في الفريق، والكباتن كمان بقوا يضموها معاهم في الفرق، وده طبعا لانها وش السعد على اي فريق بتشارك فيه، وبتجيب اجوان وهي مغمضه، والكوره اول ما بتيجي على رجليها بتبقى عارفه على طول انها هتجيب اجوان من غير ولا غلطه، والشاطر يلحقها في سرعتها. وبعد ما انتشر الفيديو حصلت مفاجاه غيرت مسار حياه ملك لاعبه كره القدم حافية القدمين. يا ترى ايه هي؟ اللي حصل ان وكيل اللاعبين جعفر الجويني اول ما شاف موهبة ملك طفلة الشرقية لاعبة كرة القدم استجاب على طول، وبالاخص بعد ما نشرت القاهرة 24 الفيديو وتصريحاتهم مع باباها. هنا قرر يفاجئ الكل ويحطها على الطريق الصح، وقال جعفر الجويني بالنص: انا شفتها في الفيديو وانا محتاجها، وهي لاعبة كرة قدم كويسة وشايف فيها حاجة، ولو هي مش ماضية عقد مع حد عندي استعداد اجيب لها فرصة كويسة في نادي طلائع الجيش. وطبعا المفاجأة دي خلت ملك طايرة من الفرحة، بس حتى الآن مش معروف هل هتنضم لنادي طلائع الجيش ولا هتفضل في النوادي بتاعة الشرقية، والقرار عندها أكيد. وفيديو ملك أول ما انتشر ناس كتير ما صدقتش إن في بنوتة عندها المهارات دي، وإنها قد إيه متمكنة في ثبات الكورة على الأرض وعلى رجليها، وده غير سرعتها اللي محدش في الفيديو لحقها خالص. وناس كتير شجعوها وشيروا الفيديو بتاعها علشان حد يكتشفها ويوصلها للطريق الصح اللي تقدر تكمل بيه مشوارها، وتبقى عندنا بنوتة توصلنا لكأس العالم لكرة القدم أو الأولمبيات، لأنها حقيقي مش أقل من أي حد، وعندها كل الإمكانيات اللي يقدر أي مدرب يطورها بسهولة ويوصل بيها لمراحل متقدمة. يا ترى شفت الفيديو وانبهرت بأداء ملك ولا لأ؟ وتفتكر إنها ممكن تبقى خليفة محمد صلاح وتحترف ولا لأ؟ شاركونا في التعليقات.